السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ حلوين يا رب تكونوا بخير. الشتاء والجو الساقع اللي احنا داخلين عليه ده عايز ايه؟ عايز بطاطا بالبشاميل، بتدفي وحلوة جدا ومغذية جدا، ولو عندك اطفال هيحبوها جدا جدا جدا. شايفين بقى الوش بتاعها ناعم وكريمي، والخلطة بخلطتها وماسكة نفسها ازاي. البشاميل اللي ماسك نفسه كده ده بشاميل كمان مفيهوش اي اضافات ولا اي نشا، والخلطة ماسكة نفسها وطعمها كريمي وتحفة. هقولك بقى على التريكات والحركات اللي هتخليها تظبط معاكي وتطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف الطريقة بتاعتنا. معايا كيلو من البطاطا متقشر ومتقطع طرنشات كده، هضيفه في الحلة وهضيف له معلقتين كبار من السكر وكوباية صغيرة مية، وهرفعه على النار لحد ما تتسلق، نار تكون هادية. هنا خلاص اتسلقت معايا وفي مية فيها من تحت كده، هحتاجها احطها في الكوباية دلوقتي وهركنها على جنب، هنحتاجها في البشاميل. وهنبتدي نهرس البطاطا بتاعتنا كويس جدا لحد ما تكون ناعمة خالص. تمام كده. هضيف معلقتين كبار جوز الهند ومعلقة كبيرة من الزبيب، وهبتدي ان انا اقلب. لو عندك مكسرات او فول مجروش ممكن تضيفيه برضو، عايزاه سادة مفيش اي مشاكل. هننتقل بقى لخطوة البشاميل، ودي اهم خطوة. هنضيف الاول البطاطا بتاعتي في الطاجن كده وهبتدي اسويه كويس جدا. معايا بقى معلقة كبيرة زيت ومعلقة كبيرة من الزبدة، هنزل ب3 معالق كبار دقيق، اول ما نشم ريحة الدقيق معانا هنبتدي ننزل ب3 كوبايات من اللبن او الحليب، ونقلب تقليب مستمر عشان ما يكلكعش معاكي. وهننزل بالمية بتاعة البطاطا اللي كنا شايلينها ومعلقتين كبار سكر ورشة فانيليا، وهنبتدي نقلب كده لحد ما يتقل معاكي وهيديك القوام اللي انت شايفاه. هتعملي خط في المعلقة كده من النص، ده كده اللي بيبين لك ان هو مظبوط معاكي، لان الخط ما بيقفلش تاني بقى. ده كده مظبوط، ده كده القوام المظبوط بتاعه. هبتدي بقى انزل بالبشاميل كده بكميات متساوية على جوز طواجن بتوعي، وابتدي اهز الطاجن كده علشان البشاميل يظبط. وهننزل على الوش بمعلقة من السكر عشان الوش يتكرمل ويحمر معايا، هيدخل تحت الشواية لحد الوش ما يحمر. وهتسيبيه يبرد وتبتدي تقطعيه وتقدميه بألف هنا. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.